السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة كبدة الفراخ بطريقة حلوة قوي تعجبكم قوي. حطينا زيت سخن على النار أو سخنا الزيت على النار. بعد كده نزلنا بالكبدة اللي كانت متقطعة صغير قوي بالشكل ده، هو زي ما انتم شايفين كده. كمان حطيت عليها بصل جوانح وهقلب. طبعا انا كنت سبت الكبده تسخن قوي علشان ما تنزلش اي ميه. حطيت ملح، حطيت فلفل، حطيت قرفه، كمون، بابريكا، كل التوابل اللي ممكن تحبيها ممكن تحطيها عادي. هنقلب وطبعا هنسويها على نار كده متوسطه، بس قبل كده هنحطها على نار عاليه علشان تاخد صدمه ولون بالشكل ده اهو. احنا كده بنقلب الكبده بالشكل ده. طبعا اي نوع كبده عندك، كبده من عند الجزار، كبده فراخ، بس احنا النهارده عاملين كبده فراخ بس طبعا مضمونه وعارفين مصدرها وعارفين هي نظيفه وكويسه قوي وكمان فريش. عملناها بالطريقه الجميله دي، طعمها حلو قوي، ريحتها خطيره قوي، بجد هتعجبكم. دي كانت الوصفه النهارده، وصفه سهله وسريعه كلها كده مع ساندوتش بقى، طحينه، مخلل، اي حاجه متاحه ممكن تاكلي بيها الكبده بالشكل ده. هنغرف بقى الطبق الجميل بتاعنا الكبده بعد ما بقت بالشكل القمر ده اهو، وخدت كمان لون حلو كمان. طبعا ريحتها كانت حلوه قوي، بجد ريحتها كانت خطيره حلوه قوي. دي الكبده بالشكل ده، شويه بقى خضره كده بتخلي الطعم حلو قوي برضو. كمان كنت انا عملت بقى توميه، كان طعمها حلو قوي برضو، هبقى اعملها معاكم تاني. اكلتها مع التوميه والمخلل، وطبعا رشه الخضره دي بتخلي طعمها جميل قوي. دي كانت كبده الفراخ بالشكل الحلو ده، طعمها حلو قوي بجد، اكيد هتجربوها واكيد هتعجبكم. كان طعمها حلو قوي في ساندوتش بقى، في تاكليها كده حتى من غير حاجه خالص بتبقى برضو حلوه، طعمها حلو قوي. انا اكلتها كده بالتوميه بالشكل ده، كنت انا برضو عملت التوميه بالشكل ده اهو، وبجد كانت خطيره. احلى كبده ممكن تعملوها، طعمها حلو قوي، هتعجبكم قوي 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 بجد. جربوها وقولوا لي رايكم. دي كانت كبدة الفراخ، عملناها بطريقة بسيطة وسهلة. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوش بقى تتابعوني وتشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو.